هدفين لمثلهما. الفريق الحسيمي كان سباقا بالتسجيل هدفين لمثلهما. الفريق الحسيمي كان سباقا بالتسجيل عن طريق صابر الغنجاوي. وخلال بداية الشوط الثاني تمكن من تعديل النتيجة. تمكن فريق وداد تمارا من تعديل النتيجة. نجح في تسجيل أحمد بن حمو، وقبل نهاية المباراة ب20 دقيقة نجح في تسجيل أحمد بن حمو، وقبل نهاية المباراة ب20 دقيقة نجح في تسجيل أحمد بن حمو، وقبل نهاية المباراة ب20 دقيقة عاد صابر الغنجاوي ليسجل الهدف الثاني والمؤهل إلى الدور الموالي. ولكم مشاهدينا في ميل التصريحات التي أعقبت المواجهة. مباراة كما شاهدتوا مباراة كانت جميلة في البداية، خروج حسن الإراري بورقة حمراء اللي تبدلت شوية المباراة من ناحية الهجوم اللي فرضنا ندافعوا أكثر من نهاجم. في كأس العرش فما كاينش فريق ديال البطولة الوطنية الأولى ولا الفرق ديال البطولة الوطنية الثانية، فتنتمنى حظ موفق لهذا الفريق ديال وداد تمارا. ففريق جيد عنده مدرب في المستوى، الحمد لله. فهذا التأهل فكان عن جدارة واستحقاق. من جهته تمكن